دي اخر حلقه يا ابطال من سلسله الفراخ البلدي، واللي ما شافهاش من اولها بصراحه فاتوا كتير. بس النهارده انا جاي اقدم لكم اقوى خلاصه طلعت بيها من التجربه دي كلها. اول حاجه لازم نقفلها يا شباب هو موضوع التفريغ. اللي فهمناه من التجربه ان نجاح الفأس مش بيبقى صدفه. ثبات الحراره بيكون من 37 ل 38 درجه، بيكون هو العمود الفقري لاي نتيجه محترمه. لو الرطوبه اخر 3 ايام ما عليتش ل 65 او 70%، الكتكوت بيموت وهو كامل جوه البيضه، وده احنا بنسميه الكبس. فطبعا هنبقى خساره دورات كامله. بعد الفأس بندخل على اخطر 20 يوم في حياه الفراخ، اللي هو التحضيم. والمرحله دي اللي بتبين فيها خبره المربي من اول دقيقه. هقول لكم كبسوله النجاح: حراره صح، تهويه صح، فرشه نظيفه، تحصين كامل. المرحله اللي انت فيها هتكون انت ان شاء الله ناجح جدا بنسبه 90%. طبعا اهم حاجه درجه الامونيا ما تعلاش منك ولا الساعه تضرب لك القطيع. العلف يا شباب ما تغيروهوش نهائيا من اول الدوره لاخر الدوره، خليك ثابت على نوع واحد يكون طبعا محترم. انتوا فاهمين طبعا ان بدايه الاكل العلف للكتاكيت بيبقى 23%، بعدين بنغيره ل 21%، بعدين بعد شهرين بندخل لهم البياض عشان نحضرهم لعنقود البيض. تعالوا نكون واضحين ان احنا اكيد قابلنا زي اي حد مشاكل كتيره جدا، طبعا منها الكوليستيريديا، دوتها طبعا سبب عدم نظافه الفرشه، الجهاز التنفسي، ده من التهويه. حاجات كتير قوي احنا قلناها على مدار الحلقات اللي فاتت. لكن انا هقول لكم ان مدار الحلقتين اللي فاتوا ان شاء الله لو انت مشيت على نفس نهجهم هتكسب بنسبه 90% من الدوره باذن الله. وبعد رحلتنا في السلسله دي اقدر اقول لكم بكل ثقه ان اي حد هيلتزم بالنقط دي اللي احنا قلناها ان شاء الله دورته هتعدي وهيبقى كسبان باذن من عند الله ان شاء الله، حتى لو امكانياته ضعيفه ومحدوده. طبعا دي كانت نهاية سلسلة الفراخ البلدي، سلسلة اشتغلنا فيها بضمير، طلعنا فيها كل معلوماتنا. واحنا دلوقتي احنا جاهزين نروح سلسلة جديدة، وان شاء الله حاجة تفيدكم. الرجاء منكم الاشتراك واللايك والشير، وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.